اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ خلاص كلها أيام بسيطة وندخل على السنة الجديدة. يا رب يجعلها سنة خير وسعادة وسلام على كل متابعيني الغاليين. النهاردة هنعمل حاجة حلوة كده نحلي بيها، سهلة وبسيطة جدا جدا، بدون فرن وبمكونات بسيطة جدا جدا ومن غير بيض، وفي 5 دقايق هنعملها وطعمها بجد خطير جدا جدا. لو أول مرة تشوفوني أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو عملتوا لايك للفيديو وشير في كل مكان علشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ على طول. هنبتدي أول حاجة بالبسكوت. أنا عندي هنا بسكوت شاي، ده استخدمت منه 5 بواكي بس. أي بسكوت شاي عندكم تقدروا تستخدموه عادي جدا جدا. بجيب بعد كده الكبة بتاعتي وبحط فيها البسكوت وبنطحنه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب طبق وهنزل فيه بكل كمية البسكوت المطحون. هننزل بعد كده ب4 معالق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى زي ما انتوا شايفين، وهننزل كمان ب2 كبار كبار من السكر البودرة. هنبدأ بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هننزل عليهم ب1/4 كوباية من الزبدة، والخطوة دي لازم نعملها بضمير. هنقلب البسكوت كله مع بعضه لحد ما نتأكد ان كل حبيبات البسكوت اتغلفت بالزبدة كلها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. عندي هنا 1 كوباية إلا ربع من الحليب، حليب بارد عادي من التلاجة. هبدأ أحطه بالتدريج وأعجن البسكوت لحد ما العجينة تتلم كلها، ولو أخدت قطعة منها وكورتها على بعضها تبقى كلها قطعة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. عندي هنا ورقة زبدة، هبدأ أحط عجينة البسكوت وأبدأ ألفها رول كده جميل زي ما انتوا شايفين. بقت طبعا عاملة زي البونبوني، وهندخلها في التلاجة ترتاح وتمسك نفسها لمدة 2 ساعتين. بعد مرور 2 ساعتين بخرجها من التلاجة وهفكها طبعا من ورق الزبدة، وده بيكون شكلها بعد ما بقطعها بالسكينة. بتتقطع بالشكل ده، مش بتكون دايبة ولا طرية خالص. وبعدين بنقطعها بالسمك اللي احنا عاوزينه، وده شكلها بعد ما قطعناها ماسكة نفسها وزي الفل. ودلوقتي بقى هنجهز الشوكولاتة بتاعتنا. اي شوكولاتة انتوا بتحبوها تكون شوكولاتة بس بالحليب. انا استخدمت شوكولاتة كادبوري، قطعتها كده قطع صغيرة وحطيتها في طبق، وهدخلها الميكروويف لمدة 1 دقيقة علشان تسيح، او اعملها على حمام مية سخنة. بعد كده هبدأ أغطس نصها في الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، وممكن أحط عليها شوكولاتة فرماسيه أو مكسرات أو جوز هند مبشور. أي تزيين انتوا بتحبوه يا حبايبي. ممكن نحطها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة علشان الشوكولاتة تجمد عليها. بجد تحفة جدا جدا. شايفين الجمال؟ فعلا طعمها رهيب وياخد العقل بجد. تحسوا بجد انكم بتاكلوا كده قطعة من الجاتوه، سهلة وبسيطة وسريعة، والنتيجة مش متوقعة ابدا ابدا. بجد لازم تجربوها. حلا سهل وبسيط، مناسب جدا لبداية السنة الجديدة مع شوية فشار كده حلوين وفيلم كده جميل. يا رب يجعلها سنة سعيدة على كل متابعيني الغاليين، وأشوفكم على خير في وصفات تانية كتير إن شاء الله.